حبايب قلبي ميرا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اول يوم واول حلقة في رواية الرعب، رواية الحديقة المسكونة، وهي من وحي خيالي مش حقيقية، ولا تمت بالحقيقة بصلة. من 30 سنة وفي يوم جميل والشمس طالعة صافية والعصافير بتزقزق والورد على كل ألوانه بيفتح، يوم جديد من فصل الربيع. بس في صوت جميل جدا جدا، مش عارفة يا ترى جاي منين. تعالوا نشوف كده. بنت جميلة جدا واقفة في البلكونة بتغني بأجمل الألحان، ومامتها سمعاها وبتتمنى إنها من صوتها البريء إنها متبطلش غنى من جمال صوتها ونقائه. يا ترى مين؟ ما تيجي نشوف. معانا بنوتة اسمها جودي ومامتها اسمها عزيزة. يلا نشوف كده قصتهم دول ايه. وبنوتة، الفطار جهز، يلا تعالى عشان نفطر مع بعض. حاضر يا ماما، لحظة واحدة. سمعا وطاعا يا ست الكل. البطلة بتاعتنا جودي، بطلة الرواية بتاعتنا. أول ما والدتها كلمتها وقالت لها يلا عشان نفطر مع بعض، سمعت الكلام ونزلت علشان تفطروا مع بعض تحت، تفطر مع والدتها تحت. بس وهي بقى نازلة بتدلع بقى وبتغني الأغنية بتاعتها وعمالة ترقص عليها وتدلع. بلاش دلع. صباح الخير يا أمي. صباح الخير والجمال والهنا يا عيوني. وادي قاعدة. بقولك ايه يا مامتي، النهاردة هخرج شوية وهرجع بدري، متقلقيش. ماشي يا حبيبتي، طلباتك أوامر، بس أهم حاجة تيجي بدري عشان أنا بخاف عليكي. انت عارفة بقى الناس وكلامهم. لا يا ست الكل، ما تخافيش على بنتك، أنا بميت راجل. انت عارفة ان انا ما بقدرش اقولك على حاجة لأ، بس اوكي ماشي. طيب يا عم المسترجل، يلا روحي، بس اهم حاجة تخلي بالك من نفسك وجاي بدري. ماشي يا قلب ماما. يلا بقى يا ماما، هستأذنك عشان أروح أبدأ أجهز. طيب يا بنتي كلي كويس زي البني ادمين، يعني كده مش هينفع يا حبيبتي، انت لسه شابة صغيرة ومبتاكليش كويس. معلش بقى يا مامتي، عشان مستعجلة، ألحق بقى ألبس وأجهز. كان بيت ريفي ليه جنينة كبيرة فيها كل أنواع الفاكهة والخضار والورد من كل أنواعه. خرجت جودي عشان تشوف صحابها البنات عشان يتفسحوا شوية في المدينة اللي جنبهم. وصلوا البنات وكانت طبعا جودي مستنياهم على دكة خشب جنب عمود، كلهم هيتجمعوا في المكان ده. بس كانت جودي قبل ما توصل بالظبط كانت سلمى قبلها، فطبعا هتشوفوا سلمى صاحبتها رد فعلها كان عامل ازاي. ما تيجي نشوف. السلام عليكم، ازيك يا سلمى، عامله ايه يا حبيبتي؟ بصي انا جايه بجري كده عشان ما تستنيش كتير. انت استنيتي كتير شكلك كده. وعليكم السلام يا ستي. انا مستنياكم من بدري، انا مش عارفه ايه التاخير ده كله. يعني امال فين الباقي؟ الباقي اتاخروا كده ليه؟ اسماء وفاطمه. يا ستي ما تقلقيش، هم خلاص البنات قربوا، انا كلمتهم وانا جايه في الطريق وعرفت ان هم خلاص داخلين علينا خلاص. طيب، طالما هما قربوا خلاص، تعالي اقعدي بقى استني معايا لغايه ما يجوا. اهم يا ستي جايين من بعيد اسماء وفاطمه، يلا بينا. طب تمام، يلا بينا، اخيرا بقى هنتحرك، لان احنا كده هنتاخر كتير. راحوا كلهم المدينه عشان يتفسحوا شويه، سلمى وجودي واسماء وفاطمه راحوا سينما وعملوا شويه شوبينج، اشتروا لبس اشتروا جزم، شويه شوبينج كده، راحوا كافي شوب، غيروا جو. وبعد كده بدأ الجو يضلم عليهم. ازاي؟ ما ينفعش تكون في بنات في الوقت دوت وجو ضلم عليهم وكده، فلازم يبدأوا يروحوا. فطبعا هنيجي نشوف دلوقتي، هنشوف
رد فعل جودي كان عامل ازاي وباقي البنات، لان طبعا الجو ضلم عليهم. فيلا بينا نشوف. لازم نروح، المكان ضلم ولازم نروح والوقت كمان اتأخر، فمش هينفع نقعد اكتر من كده برا. ايه يا بنتي، احنا لسه في اول يوم، ده احنا لسه هنبدأ بقى نتفسح تاني ونروح كافيه ونقعد في مطعم ونتفسح ناخد اليوم بطوله. انتي ليه مستعجلة كده؟ ولسه احنا في اول اليوم، يعني ده لسه الساعة دلوقتي الساعة 8، لسه الوقت بدري خالص. معلش بقى يا بنات، ما اقدرش اتأخر على ماما لان انا وعدتها. طب بصي، احنا هنروح نشرب حاجة وبعد كده هنروح. تمام، مش هناخد وقت، ايه دوبك بس هنشرب حاجة بسيطة كده وهنروح على طول. يا سلام بقى، انا نفسي هفاني على كوباية عصير قصب ملوش حل. ايه رأيكم يا بنات؟ ولا انتوا رأيكم ايه تاني؟ انا حاسة كده ان انتوا عايزين تشربوا حاجة تانية، ولا ايه رأيك انت يا جودي؟ اوكي، مفيش مانع، بس بسرعة الله يخليكم، مش عايزة مشاكل. حاضر يا ست جودي، هنشرب العصير وهنروح على طول. ايه رأيك؟ مش هنتأخر. ما انتوا لو بتيجوا بدري كان زماننا اتفسحنا وروحنا من بدري. انا مش عارفة بصراحة انتي خايفة من ايه يا بنتي؟ احلى فسحة بالليل والجو هادي كده، مش الصبح والشمس بقى تحرقنا كده. لا طبعا، احلى فسحة بتبقى بالليل. خلاص بقى يا بنات، يلا عشان مامتها ما تقلقش. دخلوا كلهم محل العصير وهما بيضحكوا ومبسوطين، بس كان المحل مليان بالشباب، وكان صاحب المحل بيتفرج عليهم باستغراب، ازاي البنات دول موجودين لغاية دلوقتي برا بيوتهم بما انهم بلد ارياف، وهم كانوا من قرية. البنات كانوا من قرية، كل واحد كان واقف بيتفرج عليهم، بس هم ما همهمش. كل واحدة اخدت العصير بتاعها ومشيوا، بس ما كانوش يعرفوا ان في حد بيراقبهم من ورا عمود كبير قدام المحل. وصلوا جودي للبيت وعشان مامتها تطمن ان هم صحابها معاها. فهنشوف دلوقتي اللي هيدور ما بين صحابها جودي وصحابها. ملكش حجة اهو، وصلناكي لغاية باب بيتكم. باب بيتنا فين؟ ده لسه فاضل شارع على بيتنا، لسه بدري خالص. يلا سلام بقى يا جودي. مع السلامة يا جودي، واشوفك بقى في يوم تاني ان شاء الله، نبقى نظبط يوم ونطلع فيه بدري. تصبحوا على خير يا بنات. وانتي من اهلي يا حبيبتي. انا دلوقتي اصلا هروح بقى مع اسماء وفاطمة عشان نقضي بقى بقية السهرة مع بعض، وهبات عندهم واروح تاني يوم. انتي عارفة بقى ان انا بيتي بعيد شوية، فمش هينفع اروح دلوقتي في الوقت ده. يلا بقى اسيبك، باي باي. جودي كانت بتمشي عادي الأول، وبعد كده حست إن في حد بيمشي وراها. بعد خطوتين بصت وراها، مفيش حد. أمال راح فين؟ بتكمل طريقها عادي، بس المرة دي كانت خايفة شوية، وبمشية سريعة لغاية ما وصلت البيت. فضلت تخبط بعزمها كله، افتحي يا ماما، افتحي يا ماما. طبعا هي فضلت تخبط بكل عزمها عشان والدتها تفتح لها. تعالوا نشوف. مالك متسربعة كده ليه؟ حاضر جاية اهو، جاية، اصبري شوية. اقفلي بسرعة يا ماما، اقفلي بسرعة. في ايه يا جودي؟ قلقتيني. حسيت ان في حد ماشي ورايا يا ماما، فعشان كده كنت خايفة وقلقانة. مين يا حبيبتي بس يقدر يمشي وراكي هنا؟ المنطقة هنا امان، ومفيش حد هنا بيضايق حد خالص. صدقيني يا ماما، كان في حد والله العظيم ماشي ورايا. انا مش عارفة اخليكي تصدقي ازاي، بس والله كان في حد ماشي ورايا. طيب يا بنتي، طيب انا عشان تطمني هطلع وابص واشوف اذا كان في حد بره ولا، رغم ان انا واثقه ومتاكده ان مفيش حد هنا خالص. ممكن تكون تهيؤات يا حبيبتي، بس ماشي، عشان اطمنك انا هطلع واشوف. انتي بس اقعدي
واطمني. لا يا ماما، لا ما تطلعيش لحسن يكون حرامي ويأذيكي. ما تخافيش عليا يا حبيبتي، انا عشان اثبتلك ان مفيش حد هطلع وابص بره، وما تقلقيش عليا، انا دقيقة وجايالك. خرجت عزيزة ومعاها كشاف وشومة وفضلت تدور في كل حتة حتى في الجنينة. رجعت تاني البيت وقفلت الباب وراها، بس طول ما هي ماشية بتفكر طب يا ترى مين اللي كان ماشي وراها. بس عشان ما تقلقش بنتها حبت ان هي تخبي ان مفيش حد، وفعلا مفيش حد. بس هي قلب الام حاسة ان في الموضوع فيه بس هي حاولت ان هي تتمالك نفسها ورجعت البيت تاني عشان ما تقلقش بنتها. يلا بينا. شفتي انها كانت تهيؤات، مفيش حد بره اصلا يا حبيبتي. اهدي اهدي كده وما تخافيش. طب الحمد لله يا ماما، اما اروح بقى اغير هدومي وانام، لان بجد من كتر التوتر ما كنتش عارفة اعمل ايه. جودي يا حبيبتي، احنا عايزين نتكلم مع بعض شوية. انا طبعا بعتبرك صاحبتي مش بنتي، وانتي برضو نفس القصة، فاحنا هنتعامل بموضوع مختلف. موضوع انك انتي ما تتأخريش تاني بره، لان شفتي اخر التأخير ايه اللي حصل. انتي بقيتي مرعوبة وبقيتي خايفة وانتي ماشية في الشارع، رغم ان ما كانش في حد وراكي بس كنتي مرعوبة. فبعد كده عايزين نتفق مع بعض ان ما بلاش تأخير بعد كده. تمام، اتفقنا؟ انا عارفة يا ماما ان انتي بتقلقي عليا وبتخافي عليا جدا، وده انا مقدراه، فما تخافيش عليا يا ست الكل، وبعد كده مش هتبقى اتأخر تاني بره. ده وعد مني، ما تقلقيش عليا. يلا يا حبيبتي، كفاية سهر لغاية كده. قومي بقى خديلك دوش وغيري هدومك ونامي. تمام، بكرة بقى الصبح نبقى نتكلم براحتنا خالص. تصبحي على خير. بعد اسبوع صحاب جودي زاروها في البيت لانها ما كانتش بتخرج ولا بتروح في اي حتة بسبب الخوف والرعب اللي هي فيه. مالك يا بنتي، مش عوايدك يعني تبقي بيتوتة؟ انا قلت اريح نفسي من الخروج شوية، ولو حتى في حد بيراقبني ينساني شوية. يعني هو انت يا بنتي في حد بيبصلك اصلا ولا بيراقبك؟ يا شيخة اسكتي اسكتي. بس يا بنتي انت بتتريقي على صاحبتك كده، عيب يعني. طب بذمتك ده منظر يتعاكس اصلا ولا يتراقب؟ لا بجد بجد احنا بنهزر معاكي يا بنتي، اهدي بس كده وهدي نفسك. يلا 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 عشان نخرج شوية يا جودي، ان كده ما ينفعش. انتي برضك هتفضلي قاعدة متوترة واعصابك مشدودة، فلما نخرج هتنسي ده كله. كويس يا بنات ان انتوا جيتوا، بدل ما هي قاعدة كده وقافلة على نفسها الأوضة ومخنوقة وخايفة جدا 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 تطلع برا أوضتها. كويس ان انتوا جيتوا والله، فيكم الخير يا حبايبي. انتوا رايحين فين كده؟ انا حاسة ان انتوا قايمين كده وماشيين ماشيين، رايحين فين؟ وفين جودي؟ شكرا يا طنط، شكرا لكلامك اللي زي العسل دوت، ما نحرمش منك يا رب. لا احنا يا طنط احنا النهارده جينا عشان نخرجها شويه بدل ما هي قاعده، فقلنا ناخدها معانا ونطلعها شويه، وما تقلقيش يا طنط، احنا مش هنتاخر بره كتير، يا دوبك بس اول ما يجي علينا العشاء هنروحها على طول، ما تقلقيش خالص يا طنط. طبعا ما نسيوش وعملوا برضو نفس الغلطة، اتأخروا برضو تاني بره، فطبعا جودي انهارت من العياط وما كانتش عارفة تعمل ايه. جات الصدفة ان لقوا اخوات فاطمة واسماء جايين من بعيد، اخواتها الشباب، قالوا لا احنا هنوصلكم عشان ما تخافوش، وعشان جودي محدش يراقبها ومحدش يمشي وراها. وصلوها لغاية طريق قريب من بيتها، علشان خاطر ان هي عايشة في قرية وما ينفعش ان هي يبقى في راجل غريب يوصلها. سابت صحابها البنات وكملت طريقها لوحدها من غير اي قلق او خوف. بس اول ما وصلت الشارع اللي هيوصلها لبيتها حست بحد بيمشي وراها، وحد بيمشي بخطوة سريعة جدا. بقت تمشي بسرعة ومرة واحدة لقت حد بيمسك دراعها.
طبعا جودي مش عارفة تعمل ايه، مش عارفة تصرخ، مش عارفة تصوت.